أهلا بيكم. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الفضفضة. الفضفضة واحدة من الأنشطة اللي بنمارسها كتير في حياتنا، وبرغم من قوة تأثيرها على حياتنا الاجتماعية وصحتنا النفسية إلا إننا بنمارسها بمنتهى العشوائية. علشان كده هنخصص حلقتنا النهاردة إننا نفهم يعني إيه فضفضة، وإيه أهمية إن إحنا نقوم بالفضفضة دي، وإزاي نفضفض بشكل صحي علشان نستفيد منها على مستوى الصحة النفسية والصحة الاجتماعية. فكونوا معنا. أول حاجة يعني إيه فضفضة وليه بنلجأ للفضفضة؟ الفضفضة هي طريقة بنستخدمها علشان نتخلص بيها من شحنة من المشاعر السلبية، علشان نحس بالراحة. بمعنى أدق هي طريقة تفريغ لطاقات سلبية محجوزة جوانا، بنحاول نخرجها خارج كياننا الإنساني عن طريق الصوت أو الكلام أو التعبير عنها بالكلمات. والفضفضة دي الهدف منها إن إحنا نتخلص من شحنة من المشاعر السلبية اللي مضايقانا. علشان كده وإحنا بنفضفض هتلاقي نفسك بتتكلم عن مشاعرك أكتر من عن أفكارك، وده معناه إن إحنا بنكون واقعين تحت تأثير من المشاعر، والمشاعر هي طاقات، وبما إنها مشاعر سلبية فده معناه إنها محملة بطاقات سلبية، وكون إن أنا بنقلها من خارج كياني الإنساني للخارج ده معناها إني بنقل شحنة من المشاعر السلبية من جوايا للبيئة اللي حواليا. وده معناه إني لازم أخد بالي من محاذير مهمة جدا، علشان الطاقة اللي خرجت مني علشان أرتاح لازم تخرج بطريقة صحية وفي مكان صحي، علشان ما تلوثش البيئة اللي حواليا وتترد عليا بصورة تتعبني أكتر. ودي هنشرحها في 3 نقط. أول نقطة مهم ناخد بالنا منها إن إحنا في الفضفضة بنختار نخرج الشحنة السلبية اللي جوانا في صورة كلمات أو تعبيرات صوتية، وده معناه إن الطاقة السلبية دي خارجة في صورة ذبذبات، والذبذبات دي ما ينفعش تخرج في وجود أكل أو شرب أنا هاكله أو هشربه، لأن الذبذبات الصوتية المحملة بالطاقة السلبية دي لو اترسبت على أكل أو على مية هشربها أو على مشروبات هشربها هتغير تكوينها وهتصبح غير صحية. بمعنى أبسط ما ينفعش أبقى بفضفض عن مشكلة أو موقف مضايقني وتعبني وأنا باكل أو وأنا بشرب أو في وقت أكل أو في مكان أكل من أساسه. فمهم جدا أخد بالي إن وأنا بفضفض أو بتكلم عن مشكلة مضايقاني أو موقف تعبني ما يكونش قدامي أكل أو شرب أنا هاكله أو حد غيري هياكله، وما كنش كمان بحضر أكل لحد زي طفل مثلا أو حد كبير أنا بحضر له الأكل، لأن الذبذبات اللي خارجة مني في الوقت ده كلها هتبقى محملة بطاقة سلبية، وده كفيل انه يغير تكوين حتى المية اللي قدامنا. وده اللي اثبتته الابحاث الحديثة، ان الكلام السلبي بيغير تكوين جزيئات المية وبيخليها تتكون بشكل سلبي. دي اول نقطة لازم ناخد بالنا منها في وقت الفضفضة. النقطة التانية اللي مهم اخد بالي منها في وقت الفضفضة، ان لو هي اللي بتفضفض او بتشتكي من مشكلة او بتخرج شحنة مشاعر مضايقاها، ما ينفعش أبداً في الوقت اللي هي بتفضفض فيه تكون شايلة طفل رضيع أو طفل صغير في إيدها، لأن الطاقة اللي خارجة من جسمها الطفل الرضيع بيستقبلها وبتأذيه وبتتعبه. علشان كده لو راقبنا موقف زي ده هنلاقي إن ممكن الطفل الرضيع اللي في إيدها ده ابتدى يصرخ ويشتكي ويبان عليه مظاهر تعب ومش فاهمين ليه. الحقيقة إن الطاقة اللي خارجة من أمه هي اللي تعبته. علشان كده مهم جدا ناخد بالنا ان لو احنا هنقعد نتكلم عن حاجة مضايقانا او هنفضفض وهنخرج شحنة من الطاقة السلبية او من المشاعر اللي تعبانة، ما ينفعش ابدا يكون في ايدي طفل رضيع او طفل صغير قاعد جنبي او نايم على حجري او ماسكاه في ايدي. لازم اخد مساحة لوحدي علشان الطاقة اللي خارجة مني ما تتعبش الطفل ده او تأذيه. النقطة الثالثة اللي خلي بالي منها اثناء الفضفضة هي اني ما كنتش متواجد في مكان مقفول ما فيهوش منافذ للتهوية، لان الطاقة اللي خارجة مني طاقة سلبية، والطاقة زي ما حضراتكم عارفين لا تفنى. ده معناها ان الطاقة اللي خارجة مني لو ما لقيتش مكان تتبدد فيه هتبتدي تترسب في المكان اللي انا موجود فيه، وده معناه ان المكان ده بعد فترة هيبقى محمل بالطاقات السلبية وهيخليني اشعر بالضيق كل ما ادخله. علشان كده مهم قوي إن لما نكون بنفضفض أو بنعبر عن مشاعر مضايقانا أو شكوى من موقف حصل وعايزين نخرج الطاقة السلبية اللي جوانا دي، يفضل جدا إن احنا نعمل كده في مكان مفتوح أو في مكان تهويته جيدة أو معرض للشمس.
لأن طاقة الهواء والشمس طاقات إيجابية، هتقدر تغير وتبدد الطاقات السلبية اللي خارجة مني في كلامي، وهتجدد الطاقة اللي موجودة في المكان ده. فدي النقطة الثالثة اللي مهم جدا ناخد بالنا منها أثناء الفضفضة. لو عايزين تعرفوا إيه الوقت المناسب اللي ألجأ فيه للفضفضة ومين الشخص المناسب اللي أقدر أفضفض معاه، تابعونا في الحلقة القادمة. ولو محتاج كوتش أمين تفضفض معاه ويساعدك، تقدر تتواصل معايا عن طريق تطبيق الدكتور أو رسائل صفحتنا على الفيسبوك أو منصة اسأل. أخيرا، كونوا دائما معافين. أشكركم.